ليلة بيضاء تلك التي عاشتها مدينة تطوان، وصدمة قوية بعدما استفاقت الساكنة على خبر العثور على جثة فتاة ملقاة بضفاف وادي مرتيل. تفاصيل الخبر بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلاً ومرحباً بكم في هذا الموجز الإخباري. شهدت مدينة تطوان ليلة أمس حالة من الاستنفار الأمني الكبير عقب اكتشاف جثة فتاة بضفاف وادي مرتيل في ظروف وصفت بالغامضة، مما أثار موجة من الحزن والاستياء في صفوف الساكنة المحلية. وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية والتقنية إلى مكان الحادث بنفوذ مدينة تطوان، حيث باشرت إجراءات المعاينة الدقيقة وجمعت الأدلة الأولية لفتح تحقيق شامل حول ملابسات الوفاة. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعه للتشريح الطبي، وذلك بهدف قطع الشك باليقين وتحديد الأسباب العلمية الحقيقية التي أدت إلى الوفاة. ولا تزال المصالح الأمنية تواصل أبحاثها الميدانية وتحرياتها المكثفة لفك لغز هذه الحادثة والكشف عن جميع التفاصيل والظروف المرتبطة بهذا الملف الذي يشغل الرأي العام المحلي حالياً. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.